6 أشياء تحصل لنا في شهر رمضان، بس بشرط يكون صيامنا وقيامنا إيمانا واحتسابا. اللي يبغى أن تغفر ذنوبه وتعتق رقبته ويكتب في صحائف المغفورين يطبق هال6 أشياء وسيرى فضل الله جل في علاه. من الأشياء التي أعطانا الله إياها إيش؟ قال عليه الصلاة والسلام أول شيء تغفر الذنوب. طيب كيف تغفر ذنوبي في رمضان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم 3 أحاديث كلها في الصحيحين. قال من صام رمضان إيش؟ كلنا نحفظ الحديث. إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله، إيمانا بفرضية الصيام، إيمانا بركنية شهر رمضان، واحتسابا، احتساب الأجر وتحمل المشقة من تعب وصوم وعطش وجوع وترك الشهوة التي بالحلال لأجل الله. من صامه إيمان واحتساب النتيجة إيش؟ كمل وش الحديث؟ غفر له إيش؟ ما تقدم من ذنبه. يعني صحيفتك تكون بيضاء، تمحى كل ذنوبك. تونا جالسين نقول كم ذنب ارتكبناه فقط في سنة واحدة، وهنا تمسح الذنوب 30 يوم أو 29 شهرا كاملا تصومه إيمان واحتساب. أكيد خذها قاعدة من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مضمونة: يغفر لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك. طيب يا رب والله ما أقدر، أنا في يوم فرطت، في يوم نمت ذاك اليوم عن صلاة الظهر، ومرة والله أني ناظرت شيء مو بزين، ولا قدرت أصوم نهاري صيام إيمان واحتساب. يقول لك رب العالمين باب آخر لغفران الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان. كم ساعة تصلون مع الإمام؟ كم صلاة التراويح؟ كم؟ أطول إمام في الرياض يصلي 1.5 ساعة، وبعض المساجد يخلص في نصف ساعة، وأقل وأكثر. لاحظ يقول لك الرسول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وش النتيجة؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. صلاة ساعة كل ليلة تكتب من القائمين. من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له إيش؟ قيام ليلة. واللي يصلي رمضان كله تعتق رقبته من النار. طيب يا رب أنا ما أقدر، اليوم مشغول، وأمس في المستشفى، وقبل البارح عندي ناس في البيت، وانشغلت، والمرأة تقول كنت متعبة، اشتغلت في المطبخ فترة طويلة. نقول وقفوا، خفف الله الأمر حتى تغفر لك الذنوب. قال: ومن قام ليلة واحدة، ومن قام ليلة القدر، وكل 3 أحاديث في الصحيحين، ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا واحد. سجلتوا معي ولا ما سجلتوا؟ وش الأمر الأول؟ غفران إيش؟ غفران الذنوب. 2 العتق من النار. يقول لنا أحد الصحابة كان يمسك رقبته، والرسول كان يقول: وإن لله عتقاء كل ليلة من النار. كل ليلة فلان الفلاني فلان الفلانية محسوبين أنهم اعتقوا من نار جهنم. واحد من الصحابة لما سمع الحديث هذا أمسك رقبته. ليش؟ قال: إني أتفقدها لعلها أن تكون ممن تعتق في رمضان. الله يجعلني وإياك ممن عتقت رقبته. ترى الليلة في أسماء ستعلن، أسماء فائزين فازوا لأنهم تركوا، أخرجهم الله من النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فأولئك إيش؟ هم الفائزون. هؤلاء الذين يفوزون بأمر الله. إذا خرجت من النار واعتقت رقبتك، طيب وش الأعمال التي تعتق رقبتي من النار؟ في عدة أحاديث، منها حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وصان شهره، يعني صام شهر رمضان بصيانة، ما في عين تناظر الحرام
والله أنا أتابع المسلسلات اللي تبث في نهار رمضان أو في ليل رمضان، تتكلم عن قضايا اجتماعية وتعالج قضايا مهمة، وهي كلها نساء وأغاني وكذب وغير ذلك. ولا أستمع إلى ما حرم الله بحجج واهية، ولا أضيع صلواتي، والله أنا كنت نايم ما قدرت أقوم، ولا أغتاب ولا وعد من لستة الأخطاء والذنوب التي يقع فيها بعض الناس. من صام رمضان بصيانة صان شهره في صيانة، في خوف من الله. قال الله جل وعلا: نظر إليه ربه وأعتق رقبته من النار وغفر له ذنوبه. رقبتك تعتق بس بشرط أن تصوم الشهر صيانة. ولذلك في الحديث الصحيح قال بعض الناس ليس له من صيامه إلا إيش؟ إلا الجوع والعطش، وبعضهم ما له من قيامه إلا التعب والسهر. الصيام مو بترك الطعام والشراب والشهوة فقط، تتركها لله، لأن حكمة الصيام وأحد مقاصده العظام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب إيش؟ على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعطيكم تعريف للتقوى مختصر: أن يراك الله أن لا يراك الله حيث نهاك، ولا يفتقدك حيث أمرك. خذها قاعدة: أن تفعل المأمور، تترك المحذور، تصبر على المقدور. خلى الله يراك ويشوفك في الموضع الذي يحب أن يراك فيه، ولا يراك في موضع لا يحب أن يراك فيه. ولذلك إذا دخل رمضان ينادي منادي، يوقف ملك: يا باغي الخير تعال أقبل. ليش في رمضان بالذات؟ لأن شهر فرصة. ويا باغي الشر، يا صاحب الشر أقصر، وقف، امنعنا من نفسك ومن شرك ومن شيطانك ومن هواك، قف في مكانك، أقصر. مد وجزر، لكنه مد في الطاعات وجزر عن المنكرات والمعاصي والمحرمات عشان تفوز. الدعوة ما هي بسهلة. أنت لو أمامك الآن عمل ستؤديه وفيه من يراقبك، مديرا مسؤولا كان ولله المثل الأعلى، لحاولت أن تتقن ذلك العمل أيما إتقان. يا جماعة الله غني عنا وعنكم. ترى لله في السماوات ملائكة له ساجدون ومسبحون وراكعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع 4 أصابع إلا وهناك ملك ساجد أو راكع. الله جل وعلا غني عنا وغني عن عبادتنا، لكنه رحيم بنا رؤوف بالعباد سبحانه وتعالى. ولذلك أرسل محمد لهذه المهمة عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين إيش؟ رؤوف رحيم. ثم اسمعوا: العتق من النار، عتق رقبتك. في الحديث حديث سلمان قال: ومن فطر فيه صائما. يا جماعة ما تقدر تاخذ هذه القارورة موية الصحة هذه وتمر وتعطيه إنسان لوجه الله. هذا التفطير، هذا العمل اللي تراه أنت قليل سيعتق رقبتك من النار. ومن فطر فيه صائما غفرت ذنوبه واعتقت رقبته من النار، ولا ينقص من أجرك شيء. هذه نعمة. فعتق الرقبة اجتهد، حنا كل ليلة يا رب ونؤمن خلف الأئمة: اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ووالدينا وأحبابنا من النار. ابذل ما يعتق رقبتك عتقها أفعالها بيدك. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، فتقدم مع المتقدمين ولا تتأخر مع المتأخرين الذين كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا اجلسوا اقعدوا مع الخالفين. قم وتحرك وانشر لنفسك خيرا. فهذا عتق الرقبة. هذا رقم كم هذا؟ وش ذكرنا؟ الأول والثاني ما هما؟ غفران الذنوب. 2 العتق من النيران. 3
مضاعفة الأجور تتضاعف في رمضان. الأجر في بعض الأحاديث في نفس حديث سلمان، وقلنا هذا الحديث فيه مقال لكن المعنى فيه في الجملة صحيح. من أدى فيه نافلة كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وفيه ما هو أصح من ذلك، كلنا يحفظ الحديث. يقول الله جل وعلا: كل عمل بني آدم له إلا إيش؟ إلا الصوم فإنه لي، يعني لله. يا جماعة حطوا بين لي 100 قوس، فإنه لي أنا ربكم وأنا أجزي به. إذا كان الكريم يعطي على الحسنة كم؟ 10 إلى 70 ضعف إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. كيف في عباده يقول لي وأنا أجزي به؟ الصوم لي، الصوم لله، لأنك ممكن تفطر وتشرب وتأكل ولا يراك إلا هو. فالأجور في رمضان مضاعفة، فأرجوكم رجاء فرصة خاصة أنتم يا شباب، اعملوا الآن، اغتنموا 5 قبل 5، وفي الغالب هذه تتوفر 4 منها عند الشباب. قال: اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك. الغنى هنا ليس فقط المال، أن تغتني عن الناس، تقدر تقوم بنفسك وتقدر تتحرك وتقدر تقرأ القرآن وتقدر تفعل الطاعات بنفسك. اغتنم أيضا غناك قبل فقرك، واغتنم فراغك قبل شغلك، ثم قال الأخيرة: واغتنم حياتك قبل موتك. اغتنموها، فهذا الشهر فرصة لا تعوض إذا أراد الإنسان بنفسه خيرا. هذه كم؟ هذه 3. 4 فيها ليلة وهي ليلة القدر. يا جماعة هذه الليلة خير من كم؟ من 1000 شهر، 84 سنة. دمعة في ليلة القدر كأنك دمعت من خشية الله 84 سنة. سجدة في ليلة القدر كأنك سجدت لله 84 سنة. عبادة، طاعة، صدقة، بر، إحسان، 84 عام أجور. يقول النبي عن هذه الليلة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: اسمعوا ماذا يقول، اسمعوا الحبيب صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر ماذا يقول. قال: من حرم خيرها فهو شقي محروم. ليلة تصليها لله. يمكن يقول قائل: والله أنا وش يضمن لي أني بعد رمضان ما أفعل المعاصي؟ نقول: إذا اختارك رب العالمين أن تكون من عتقائه ومن أهل ليلة القدر، هذا ليس كلامي. يقول ابن القيم رحمه الله: فإن الله يقود خطاك فتغلب حسناتك سيئاتك، وتغلب طاعاتك معاصيك، لأنك مكتوب أنك من أصحاب ليلة القدر الذين أعتقت رقابهم عن النار. اجتهد يا جماعة، والله العظيم صلينا وصليتم وعزينا وعزيتم على أناس، وفي أناس ماتوا ليلة رمضان هذا الماضي. والله إني أعرف أنا أشخاص عزينا في ليالي، بل في رمضان، في أول رمضان عزينا أحبابا وجيرانا وأصحابا في من فقدوا من أحبتهم وأبنائهم. فلا تقول أنا بعيش السنة القادمة. لا شاب يغرك شبابك، ولا فتاة يغرها أيضا فتوتها، ولا كبير ولا ملك ولا حاكم ولا قوي. انتبه. يقول ابن الجوزي: الموت إذا جاء فإنه لا يطرق باب، ولا يخاف من حجاب، ولا يستأذن حجاب، ولا يرحم صغير، ولا يوقر كبير، ولا يقبل بديل، ولا يأخذ كفيل.